تخيل نفسك واحد في عالم البرية المرعب، إما إنك تكون مفترس ويكون لك السيادة والسيطرة، أو تكون فريسة وتشوف هجمات من أي حد أقوى منك. عالم البرية مرعب ومظلم جدا ومليان بالقسوة، لكن في وسط الرعب والدمار ده في نور بيجي كده من بعيد بيعرفك ان مش كل المفترسين بالبشاعة دي. لا، في مشاهد هنشوفها النهاردة، مشاهد حرفيا مش هتصدق انها حقيقية، هتقول ده احنا عاملينها بالذكاء الاصطناعي. معانا ومعاكم النهاردة مشاهد انسانية لحيوانات مفترسة ساعدت الفريسة بدل ما تهاجمها، من الاسد بقى للنمر للدب القطبي. مشاهد حرفيا مش هتصدقها وتخليك تقول هو في كده بجد. اهلا بيكم في فيديو النهارده. اتفرج على اللي حصل لما الدب ده اتصور في حديقه حيوان بودابست. حتى الغراب نفسه كان مش مصدق. الدب وقف اكله وراح ينقذه وهو بيغرق قدامه. بعض الناس قالوا يمكن كان ناوي ياكله وغير رايه، بس اللي حصل واضح، الدببه مش دايما شرسه، بالعكس. شوف بنفسك الدب ده بيطبطب على صاحبه، مهتم بيه ازاي كأنهم عشرة عمر. النمر ده كان خلاص هيخلص على الغزال، لولا ان شلة قرود بابون خلت الدنيا تتقلب، والظبي اغتنم الفرصة ونط بعيد وسط دهشة الكل. عجل صغير تايه وخايف بيدور على امه، وفجأة لقى نفسه قدام اسد مرعب. بس اللي حصل بعد كده كان معجزة. الاسد اتحول لقطة حنينة ودافع عنه كأنه واحد من عياله. لحظات صعبة، حمار وحشي بتحاول تنقذ صغيرها من أنياب الأسد. ركلة واحدة على راس الأسد كانت كفيلة تقلب الموازين. والمفاجأة لسه جاية. تمساح طلع من المية يهاجم الحمار الوحشي، بس اللي حصل أفراس النهر اتدخلت بقوة خرافية أنقذوه قبل ما يفترسوا. بص، لما الطبيعة كلها تتكاتف بتحصل معجزات. الحمار الوحشي خرج من الموت وكأنه اتولد من جديد. بعد ما الأم ماتت المولود الصغير كان لسه عايش. القرد الصغير كان تايه وبينده، مش فاهم هو رايح فين ولا بيعمل ايه. فجأة ظهر نمر. الغريب ان النمر ما هاجموش، بالعكس قرب منه بشويش ومسكه من رقبته بلطف زي ما الأم بتشيل ابنها. طلع بيه على الشجرة علشان يحميه. اللحظة دي كانت أغرب من الخيال، كأن القرد شاف في النمر أم بديلة، والنمر بقى نص صياد ونص أم. نسى إنه مفترس وافتكر بس إنه لازم يطبطب ويحمي. قرد شاف طائر بيغرق، راح سحب ورقة شجر ومدها له كأنه بيقول له امسك، وفعلا الطائر حاول يمسكها بس معرفش. بعدها القرد شاله من المية بإيده وقدر ينقذه بذكاء وإنسانية. غزال صغير وقع في قبضة تمساح. فجأة ظهر فرس نهر بيهجم على التمساح ويحرره. المشهد كله بيصرخ، في أبطال حتى في عالم الحيوانات. وهنا جاموس بري بيستخدم قرنه علشان يعدل وضع سلحفة مقلوبة، منتهى الذكاء والإحساس. ومشهد ما يتنسيش، تنقذ ابنها من فوق سلك كهرباء، حرفيا شجاعة بمعنى الكلمة. وكلب تاني شال خروف بفكه وأنقذه من الغرق، فحرفيا ايه العظمة دي. الكلب ده أنقذ غزال صغير من الغرق، والغزال بصله كأنه بيقول له شكرا أنقذت حياتي.
قطة وقعت في المية والكلب حاول يساعدها، بس القطة كانت خايفة لحد ما سابته يساعدها وطلعها لبر الأمان. وهنا الكلب كان بيحاول ينقذ السمك، بيحط عليهم ميه علشان يتنفسوا، حاجه كده تقشعر لها الابدان. ازاي عرف الكلب ده يعمل كده؟ سؤال فعلا بيحيرنا. 2 سمك ذهبي وقعوا على الارض، والكلب وكانه فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل، مسك السمكه باسنانه بكل حنيه ورجعها بفمه على طبق الميه بتاعها، وكأن قلبه بيقول له الحقها قبل ما تموت. مشهد يخليك حرفيا تسقف للوفاء والذكاء اللي موجود ده. ودي كلبة بتأكل صاحبتها المشلولة، الناس كلها قالت ده أحسن كلب في العالم. غير كده الكلاب تقدر تعمل أي إسعافات أولية لو اتدربت كويس. وفي كولومبيا كلب بيدافع عن صاحبه السكير اللي نام في نص الشارع من البوليس ومرضيش يخلي حد يقرب منه. مش بس الكلاب اللي بتساعد الناس اللي عندهم اعاقات، لا ده في حصان كمان بيقدر يساعد صاحبه يقوم لو وقع. مش بس كده، ده بيقدر كمان يلم حطب. حصان طيب بجد وكأنه اتخلق علشان يكون سند. الاسد ممكن يفترس الضبع بسهوله، لكن لو الضباع اتجمعت عليه ممكن يقلبوا عليه ويوصلوا للنهايه. ولحسن حظ الاسد ده صاحبه كان جنبه، ولولا هو كان زمانه انتهى. ومشهد أغرب من الخيال، بطة بتأكل سمك مع إنها بتاكل سمك في العادي، بس هنا كانت بتطبطب وتوزع الأكل عليهم كأنها حنينة عليهم. في مشهد تاني لا يقل دهشة، بط صغير أمه اتخلت عنه وقطة كانت لسه والدة قررت تضمهم وتربيهم مع صغارها، ويمكن دي أكتر لحظة فيها رحمة شفناها في الحلقة دي. دايما بنلاقي الكلاب بتتخانق مع القطط، بس عمرك شفت كلاب بتدخل تفض خناقات ما بينهم؟ الكلب ده اكبر دليل. الكلب ده كان على لحظة والعربية هتخبطه، بس واحد من الكلاب كان اذكى من الباقي وقرر يتدخل. بعد يوم مرهق مفيش احلى من مساج من كلب اصغر منك شوية، حرفيا رفاهية. دب صغير مش بيعرف يعوم قرر يلعب عند المية ووقع في المية وما كانش عارف يخرج منها، بس مامته كانت قريبة وجت تنقذه قبل ما تحصل كارثة. كلبة صغيرة وقعت في البسين، صاحبتها الكبيرة ما سابتهاش، فضلت تحاول وتنقذها لحد ما نجحت. كلنا عارفين ان القطط والكلاب مش طايقين بعض، بس لما يتعاونوا علشان ياخدوا مكافأة من لعبة حاجة تانية خالص. ام دب قطبي واقفة بتراقب ذكر عدواني بيحاول يهجم على اطفالها، قررت تستغل نقطة ضعفه، ولما لقيته بقى ضعيف قررت تعلمه درس في الكرامة. ودي أفعى فكرت تهجم على الفرخة وصغارها، بس الأم كان ليها رأي تاني ودفعت عن صغارها بمنتهى الشجاعة. في عالم الحيوانات اللي دايما مبني على صراع البقاء، كل موقف شفناه النهارده كان رسالة ان الرحمة مش حكر على البشر. الرحلة دي فتحت عينينا على جانب تاني من الطبيعة، جانب كله دفء، تعاطف وإثار، لحد ما نقابلكم في مغامرة جديدة وسط عوالم الحيوان المذهلة. شكرا انكم كنتوا معانا، وما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في فيديو النهارده في الكومنتات، ونشوفكم في فيديو جديد.